وتجب على الحر والعبد والصغير والكبير والعاقل والمجنون والذكر والأنثى. المهم من يجد قوت يومه، ولا تجب إلا على المسلم، تجب على المسلم. وكذلك تجب على الشخص بذاته، يعني من وجد قوت يوم وليلة. من لم يجد قوت يوم وليلة لا تجب على زكاة الفطر. وقد تجب على الإنسان وتجوز له، تجب على الإنسان وتجوز له. يعني من كان يملك قوت يومين وليلتين تجب عليه زكاة الفطر، لكن هل يعد من الفقراء؟ عنده فقط قوت يومين وليلتين يعد من الفقراء، وإذا يدفع زكاة الفطر ويأخذ زكوات، صحيح؟ يأخذ من أكثر من واحد. طيب، إذا ممكن الإنسان يدفع زكاة الفطر وفي الوقت ذاته إيش؟ تحل له زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر شيء قليل جدا، صاع فقط، فالصاع ليس كثير على الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يملك قوت يوم وليلة، فمن كان يملك قوت يوم وليلة يعني زائد تجب عليه زكاة الفطر، لكنه يعد أيضا من الفقراء ويعد من المستحقين لزكاة الفطر.